هل جربت يوما أن تستيقظ في الصباح وتشعر أن ثقلا غير مرئي يقيدك؟ أن تنهض من فراشك وكأنك لا تشعر بالحماس لشيء، كأن هناك صوتا خفيا يتسلل إلى أفكارك يذكرك بكل إخفاقاتك الماضية وبكل الأمور التي لم تنجح فيها، فيصبح يومك ساحة للحرب بين ما تريده وما يظن عقلك أنك لن تستطيع تحقيقه. ذلك الصوت الذي يتردد في داخلك، ذلك الإحساس بالعجز، ذلك التردد الذي يبقيك ساكنا في مكانك دون أن تخطو للأمام، كله جزء من دوامة التفكير السلبي، تلك الدوامة التي تبتلع الأحلام وتطفئ شعلة الطموح وتجعل الحياة تبدو وكأنها طريق مظلم بلا مخرج. لكن هل توقفت يوما لتسأل نفسك من أين يأتي هذا الصوت؟ من أين جاءت هذه القناعة بأنك غير قادر؟ هل ولدت بها أم أنها نمت بداخلك بمرور السنين؟ التفكير السلبي ليس شيئا نولد به، بل هو صوت تعلمنا أن نسمعه. ربما كان صوت معلم قال لك يوما لن تحقق شيئا في حياتك، أو صوت والد محبط قال لك أنت لا تفعل شيئا كما ينبغي، أو حتى صوت المجتمع الذي وضع لك معايير قاسية وجعلك تشعر أنك إن لم تكن كما يريدون فلن تكون كافيا. ببطء بدأ هذا الصوت ينمو، كل موقف صعب، كل تحد فشلت فيه، كل خيبة أمل كانت تضيف حجرا جديدا في الجدار الذي يحيط بعقلك، إلى أن أصبح سجنا بنيته أنت دون أن تدري. لكن هل يعني ذلك أنك لا تستطيع تحطيم هذا السجن؟ لنكن واضحين، تغيير نمط التفكير ليس شيئا يحدث في يوم وليلة، ولا يمكن أن تستيقظ فجأة وتقرر أنك لن تشعر بالتشاؤم مرة أخرى، لأن التفكير السلبي ليس مجرد عادة، بل هو نمط مترسخ في طريقة تفكيرك. ولكن الخبر السار هو أن مثلما تعلمت أن تكون سلبيا، يمكنك أن تتعلم كيف تكون إيجابيا. واجه صوتك الداخلي. كلما سمعت ذلك الصوت الذي يقنعك بأنك لن تنجح، توقف واسأله: لماذا لا أستطيع؟ ما الدليل على ذلك؟ ستجد أنه لا يعطيك إجابة واضحة، فقد يقول لك: لأنك فشلت في السابق. فسله: وما الذي يمنعني من التحسين والتجربة مرة أخرى؟ أحط نفسك بالملهمين، الناس الذين تحيط نفسك بهم يؤثرون على طريقة تفكيرك. إن كنت تحاوط نفسك بأشخاص دائمي التشكي والإحباط، ستتغذى هذه الطاقة السلبية على أفكارك. ابحث عن أشخاص يؤمنون بالإمكانات، يرون الفرص بدلاً من العوائق، ويشجعونك على النمو والتطور. التفت إلى إنجازاتك الصغيرة. كثيراً ما نظن أن النجاح يأتي بقفزات كبيرة، وهذا ما يجعلنا نشعر بالإحباط عندما نرى أن الطريق طويل. لكن في الحقيقة النجاح ليس إلا مجموعة من الخطوات الصغيرة التي تتجمع لتشكل الفارق. فكلما أنجزت شيئاً وإن كان صغيراً، احتفل به واكتبه، وتذكر أنك تتقدم وأنك لست في نقطة الصفر. التفكير السلبي ليس قدراً ولا هو شيء ملزم لك، هو خيار، وإذا كان خياراً فأنت تملك الحق في رفضه. احكم قبضتك على دفة حياتك وسر في طريق الإمكان، فكلما خطوت خطوة نحو الإيجابية، كلما تركت التشاؤم وراءك، وكلما اقتربت من حياتك التي تستحقها. لقد وصلنا معا إلى نهاية هذه الرحلة في أعماق التفكير السلبي، ذلك السجن الخفي الذي قد يعيق خطواتنا دون أن نشعر. ولكن كما رأينا، كل قيد يمكن أن يكسر، وكل فكرة سوداء يمكن أن تتحول إلى شعاع نور إذا امتلكنا الشجاعة لمواجهتها. أشكركم من القلب على بقائكم معي حتى هذه اللحظة، على منح وقتكم الثمين للاستماع، وعلى مشاركتكم لهذا الحديث الذي أتمنى أن يكون قد ترك أثراً في دواخلكم. والآن
أريد أن أسمع منكم. أخبروني في التعليقات ما الذي شعرتم به بعد الاستماع إلى هذا الفيديو. هل وجدتم في كلمات ما يلمس أعماقكم؟ وهل ستبدأون اليوم في تحدي ذلك الصوت السلبي الذي طالما قيدكم؟ لا تنسوا أن الحياة تستحق أن نعيشها بطاقة إيجابية، وأن كل لحظة تحمل فرصة جديدة للبداية. أنتم لستم وحدكم، فكلنا في هذه الرحلة معا، نبحث عن نور وسط العتمة ونبني أنفسنا خطوة بخطوة. شكرا لكم من أعماق القلب، ونلتقي في حديث جديد قريبا. حتى ذلك الحين كونوا أقوى من مخاوفكم، وأصدق مع أحلامكم، وألطف مع أنفسكم.